قبل ما نبدأ فيلمنا النهارده يا ريت ما ننساش نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويثبتهم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهارده. اتنين بيولدوا في نفس اليوم، واحدة بنتها بتموت والتانية بنتها بتحتاج لقلب تاني علشان تعيش، فبتاخد قلب الطفلة اللي ماتت، ومن اليوم ده حياة مامة الطفلة اللي اتنقل لها القلب بتتحول لجحيم. يا ترى ايه اللي حصل وليه الأم طردت حماتها من البيت؟ ده اللي هنعرفه لما نتابع الفيديو للنهاية. بيبدأ فيلمنا بشخص بيسرق بيانات من مستشفى، ولما الممرض بيكشفوا الشخص ده بيضربه وبيخرج من المكتب، وبننتقل لبيت هولي وعيلتها، وهناك بتكون هولي في أوضة بنتها الصغيرة إيفا، وبيبقى جنبها جهاز لاسلكي مخصص لمراقبة الأطفال. ولما بتتأكد إن بنتها نايمة بتروح للمرسم بتاعها واللي بيبقى موجود في البيت، لكنها مش بتقدر ترسم، وعشان كده بتطلع ترسم في جنينة البيت. ووقتها جوزها جيمس بيوصل وبيقول لها إنه عايز يعوضها عن الفترة اللي كان غايب عنها فيها، فبتسمع صوت إيفا على اللاسلكي، فبتقول لجيمس إنها هتطلع تطمن عليها، فبتلاقيها نايمة. وبعدها جيمس بيسألها إذا كانت بتنام كويس، فبتقول له إنها بتقلق كتير بالليل وأوقات ما بتنامش خالص، فبيسألها إذا كانت بتاخد الدواء اللي الدكتورة كتبته لها، فبتقول له أيوه. ولما بيقول لها إنها محتاجة حد يساعدها في تربية إيفا، بتقول له إن ماري بتجيلها يومين في الأسبوع، وبتقول له إنهم ما يقدروش يدفعوا مرتب شهري ليها، عشان كده بتخليها تيجي مرتين بس في الأسبوع. وبتقول له إنها قلقانة على إيفا بسبب عملية زراعة القلب اللي عملوها لها، فبيقول لها إن بنتهم دلوقتي بقت طفلة طبيعية. وبيقول لها إن مامته عرضت عليه إنها تزورهم عشان تاخد بالها من إيفا، فبتسأله عن جو جوز مامته، فجيمس بيقول لها إنه كان بيعامل مامته بعنف وعشان كده هي انفصلت عنه. وبيقول لها إنه عاوزها تقرب منهم ومن إيفا، وبيقول لها إنه عزمها النهارده على العشاء، وبيطلب منها تطلع تنام وترتاح شوية، وقبل ما تطلع لأوضة نومها بتاخد معاها اللاسلكي، لكن جيمس بيطلب منها تسيبه عشان تقدر ترتاح، فبتديهوله وبتاخد الدواء بتاعها، وبتعلم في الكراسة إنها أخدت الدواء النهارده وبتروح على أوضتها. وأول ما بتغمض عينيها بتسمع صوت إيفا بتعيط، فبتروح لها. وبعدها الجدة لين بتوصل، ولين بتدي لإيفا عروسة باباها كان بيحبها وهو صغير. وبعد كده هولي بتعرف لين بماري وبتقول لها إنها بتساعدها في تربية إيفا، فبيظهر على لين إن الموضوع ده مش مريحها. وبعد ما بيتغدوا مع بعض هولي بتاخد إيفا معاها وبتروح تقعد على كافيه، فبتتفاجئ إنها نسيت محفظتها في البيت. وفي اللحظة دي ميجان بتدفع الفلوس للويتر، فهولي بتشكرها وبتطلب منها تقعد تشرب معاها حاجة، فبتوافق وبتعرفها بنفسها وبإيفا، فبتسألها عن عمر إيفا، فبتقول لها إن عندها 9 شهور. فميجان بتعرفها بنفسها وبتقول لها إنها بتشتغل في مجال تقييم اللوحات الفنية. وساعتها هولي بتقول لها إنها رسامة، فبتطلب ميجان منها إنها تشوف رسوماتها عشان تقيمها، وبيتفقوا إن ميجان تزورها تاني يوم في بيتها. وفي الوقت ده هولي بتشوف واحد واقف بيراقبها، فبيبان عليها التوتر، وهي وميجان بيتبادلوا الأرقام وكل واحدة منهم بتمشي في اتجاه، لكن هولي بتلاحظ إن نفس الشخص ماشي وراها، فبتحس بالخوف وبتمشي بسرعة ناحية بيتها. ولما بتوصل للبيت بتحكي لجيمس، فبيطلع جيمس قدام البيت لكنه مش بيلاقي حد، فبيسألها إذا كانت بتاخد الدواء بتاعها، فبتقول له أيوه. وبتعرفه إنها متأكدة إن كان في حد ماشي وراها، وبتسأله مامتك فين، فبيقول لها إنها مشيت علشان عندها ميعاد مع حبيبها الجديد، وبيطلب منها تدي لمامته فرصة عشان تقرب منهم. وبيقول لها إنه قال لمامته إنها ممكن تيجي في أي وقت، وبيقول لها إنه لازم يرجع لدالاس تاني. وفي نفس اليوم بالليل ما بتقدرش هولي تنام، وتاني يوم لما بتحاول إنها ترسم بتسمع صوت إيفا بتعيط، فبتطلع لأوضتها لكنها مش بتلاقيها، فبتتصل بالشرطة. وساعتها بتلاقي لين شايلة إيفا وبتسألها أنت بتتصلي بالشرطة ليه؟ فهولي بتسألها أنت إيه اللي جابك هنا ودخلتي بيتي إزاي؟ فبتقول لها إن جيمس اداها مفتاح البيت قبل ما يسافر، وإنها تقدر دلوقتي ترسم وهي هتهتم بإيفا، فبتشكرها وبتدخل للمرسم. فبيجي لها اتصال من ميجان بتقول لها فيها إنها هتجيلها بكرة تشوف لوحاتها. وبالليل بتاخد الدواء بتاعها وبتعلم في الكراسة إنها أخدت الدواء. وتاني يوم بتستعد عشان تستقبل ميجان، فبتلاقي لين بتتكلم مع ماري في جنينة البيت، فبتفتح الباب وبتسمح لماري بالدخول. ولما لين بتحاول تدخل للبيت هولي بتمنعها وبتقول لها إن عندها ضيوف النهارده وإنها لازم تتصل بيها قبل ما تيجي، لأنها ممكن تكون مش فاضية ومش مستعدة تستقبلها في بيتها. فلين بتقول لها إنها كانت فاكرة إنها مش غريبة ومش محتاجة تستأذن قبل ما تيجي بيت ابنها، فبتقول لها لا لازم تستأذني الأول، وإنها تسمح لها تيجي بكرة تقرا لبنتها قصة وبعد كده تمشي. وبتقفل الباب في وشها. وفي نفس الوقت بتكون ماري مع إيفا في الجنينة القريبة من البيت، وساعتها بتقابل صاحبتها فبتروح تتكلم معاها. وفي الوقت ده شخص بيحط لها مخدرات في المية بتاعتها اللي بتكون سايباها على عربية إيفا، ولما بتشرب من المية بتقع على الأرض ميتة جنب العربية. ووقتها بنشوف شخص بياخد إيفا من العربية بتاعتها. وبعدها بمدة قصيرة ميجان بتوصل لبيت هولي، ووقتها ميجان بتديها عروسة هدية لإيفا. ولما بتسألها عليها هولي بتقول لها إنها خرجت مع ماري وبيروحوا على المرسم، وهناك بيلفت نظر ميجان لوحتين، الأولى بتكون لإيفا لكنها بتكون لوحة لسه ما خلصتش. ولما ميجان بتسألها ليه ما كملتهاش بتقول لها إنها مش عارفة تكملها. واللوحة التانية بتكون لوحة هولي رسمها لنفسها وبيكون في خط أحمر في وسط اللوحة، فميجان
بتسألها ليه عملتي كده في اللوحة، فبتقول لها إن مش هي اللي عملت كده، وبتاخدها هولي لأوضة إيفا. فميجان بتحط العروسة اللي جابتها لها في سريرها وبتسألها على لوحة متعلقة على الحيطة ومكتوب عليها إن أوقات المعجزات بتكون ناس بقلوب رحيمة. فهولي بتقول لها إنها رسمت منها لوحتين بعد ما بنتها عملت عملية زراعة القلب، وعلقت واحدة في أوضة إيفا والتانية بعتتها عن طريق المستشفى لأهل الطفلة اللي اتبرعوا بالقلب، وبتسألها إذا كان عندها أولاد، فبتقول لها لا. وهم بيتغدوا مع بعض بيجي اتصال لهولي من جيمس وبيقول لها إن ماري حصلت لها حادثة وبيطلب منها تروح لها بسرعة، فبتروح ميجان معاها. ولما بيوصلوا بتسأل الضابط عن اللي حصل، فبيقول لها إن ماري ماتت، فبتسأله عن بنتها، فبيقول لها إنها مع جدتها، فبتاخد منها البنت اللي بتقول لها أخيرا جيتي لبنتك. فهولي بتسألها أنت إيه اللي جابك هنا، فبتقول لها إنها كانت بتتكلم مع جيمس لما الضابط اتصل بيه، وبتقول لها إنها أم مهملة وإن ماري ماتت بسبب جرعة مخدرات زيادة، وبتسألها إزاي سمحتي لواحدة زيها تقرب من بنتك، فبتقول لها زي ما سمحتلك إنك تقربي منها. ولما بيبان على لين إنها اتصدمت من كلامها هولي بتعتذر لها، فلين بتقول لها إنها مش هتسمح لها تبعدها عن ابنها وحفيدتها. فهولي بتقول لها إن جو حبيبها بيراقبها من يوم ما ظهرت في حياتهم. فلين بتقول لها إنها انفصلت عن جو من مدة كبيرة. وبالليل بتحط هولي بنتها في السرير، ووقتها بتشوف العروستين بتوع لين وميجان في السرير، وبيكون واضح إن في عروسة منهم بتصور كل اللي بيحصل في الأوضة. وتاني يوم بتروح هولي تشتري لبس لإيفا وبتاخدها معاها، وهي بتختار لها اللبس بتكلم جيمس في التليفون. ولما بتنهي معاها الاتصال ما بتلاقيش عربية إيفا جنبها، فبتفضل تصرخ وبتقول إن بنتها اتخطفت، وبتخرج تدور عليها بره المحل. وساعتها واحدة بتنادي عليها وبتشاور على عربية بنتها وبتطلب منها تحركها لأنها سد الطريق. فبتاخد هولي بنتها وبتخرج من المحل. وفي نفس اليوم بالليل بتخلص رسمتها، فبتسمع صوت إيفا في اللاسلكي. ولما بتطلع من المرسم بتلاقي اللاسلكي واقع على الأرض وباب الشقة مفتوح. ولما بتدخل المرسم تاني بتلاقي اللوحة اللي رسمها لنفسها على ستاند الرسم، وفي خط أحمر تاني مرسوم بطول اللوحة جنب الخط الأولاني. فبتشيل اللوحة وبتطلع لبنتها وبتقعد بيها على الكرسي، وبيكونوا العروستين قدامها. وبيظهر لنا إن في حد بيشوفها بكاميرا التصوير اللي متثبتة في واحدة من العرايس. وبتصحى هولي تاني يوم على صوت حماتها وهي بتقول لها إزاي تنامي وانت شايلة إيفا، ما خفتيش تقع منك أو تكتمي نفسها وانت نايمة. فبتسألها انت إيه اللي جابك، فبتقول لها إنها وعدتها إن النهارده هتقرا لإيفا قصة، فبتسيبها لها وبتروح للمعرض. وهناك بتقابل ميجان وصاحبة معرض لوحات بتقيم لوحاتها، واللوحات بتعجبها جدا. ولما بيخرجوا من المعرض هولي بتقول لها إنها تعبانة لأن بقالها مدة ما نامتش، فميجان بتقول لها إن قلة النوم خطر عليها، وبتسألها إذا كان في أي حاجة غريبة تانية حصلت لها. فبتقول لها إن النهارده لين ظهرت في بيتها فجأة وبقت تدخل وتخرج من البيت في أي وقت وكأنه بيتها. فميجان بتقول لها إنها لازم تاخد منها المفاتيح. ولما هولي بترجع للبيت بتلاقي صورتها محطوطة على ستاند الرسم وعليها خطوط أكتر من الأول، فبتتهم لين إن هي اللي عملت كده. ولما بتحاول لين تدافع عن نفسها هولي بتقول لها إنها كدابة وبتطلب منها مفتاح البيت، وبتقول لها إنها مش عايزة تشوفها تاني في بيتها. فلين بتديها المفتاح وبتقول لها إنها لو فاكرة إن كده هتقدر تبعدها عن ابنها وحفيدتها تبقى غلطانة، وبتخرج من البيت. وفي نفس اليوم بالليل لما بتيجي تاخد الدواء بتاعها بتلاقي الكراسة اللي بتعلم فيها على الأيام اللي تاخد فيها الدواء حد اتعمد إنه يعلم على كل الأيام اللي فيها. وتاني يوم بترمي اللوحة بتاعتها في الباسكت وبتدخل للمخزن عشان تجيب علبة ألوان، فالباب بيتقفل عليها. وفي نفس الوقت بتسمع صوت بنتها على اللاسلكي وهي بتعيط. وفي الوقت ده بنشوف حد بيشيل إيفا وبيخرج بيها من أوضتها، وبتحاول هولي إنها تفتح الباب لكن مش بتقدر. فجيمس بيفتح الباب وبيكون شايل إيفا وبيسألها في إيه، فبتقول له إن الباب اتقفل عليها من بره وكانت بتحاول تخرج. فبيقول لها إن الباب فتح معاها على طول وما كانش مقفول من بره. وفي البيت جيمس بيسألها عن اللي بيحصل، فبتتهم مامته إن هي السبب في كل حاجة. فبيقول لها إن مامته ممكن تكون بتضغط عليهم باهتمامها الزيادة لكن مش ممكن تأذيهم، وبيطلب منها تنام علشان ترتاح وتقدر تركز في حياتهم أكتر من كده. وبيسألها يقدر يعمل لها إيه عشان تحس إنها مرتاحة، فبتطلب منه يفضل جنبها وما يسافرش. فبيوعدها إنه هيقلل سفرياته الفترة الجاية على قد ما يقدر. وهنا بنشوف العروسين موجودين قدامهم، وبيكون في راجل بيشوفهم وبيسمع كل كلامهم قدام شاشة مراقبة. وفي الليلة دي هولي بتقدر تنام كويس. وتاني يوم الصبح بيسمع صوت خبط على باب البيت، فبتنزل هولي تفتح الباب وساعتها بتلاقي ميجان قدامها وبتقول لها إنها اتصلت بيها أكتر من مرة لكن لقت تليفونها مقفول وعشان كده جت تطمن عليها. فبتقول لها إنها كانت عاوزة تنام فقفلت التليفون. ولما جيمس بيشوفها هولي بتقول له إنها ميجان اللي حكت له عنها، فبيرحب بيها وبتفضل معاها شوية. وبعدها بتقول لها إنها هتمشي دلوقتي وهتتصل تطمن عليها بالليل. ولما بتمشي جيمس بيسأل هولي إذا كانت دلوقتي كويسة، فبتقول له أيوة. فبيقول لها إنه هيروح يجري شوية ويرجع لها. وبيروح جيمس يجري، فسواق عربية بيتعمد إنه يخبطه بالعربية وبيجري، فبيقع جيمس على الأرض وبيفقد الوعي. وفي نفس الوقت بتكون هولي مع ميجان في كافيه، ولما بيروحوا البيت هولي بيتفاجئوا بلين طالعة من البيت. وساعتها هولي بتسألها بتعملي إيه هنا، فبتقول لها إن جيمس كان متفق معاها إنه هيعدي عليها بعد ما يخلص جري، ولما ما جاش اتصلت بيه فما ردش عليها عشان كده قلقت وجت تشوفه. فهولي بتقول لها إنها تقدر تعرف مكانه من على تليفونها
ابنها، ولما بتشوف برنامج مشاركة الموقع على تليفونها بتعرف إنه موجود في مستشفى، فبتتصل بالمستشفى وبتسأل الموظفة عليه، فبتقول لها إن في عربية خبطته ودخل في غيبوبة. فميجان بتقول لها سيبي إيفا معايا وروحي له، فبتشكرها وبتروح مع مامته على المستشفى. وبنروح للمستشفى علشان نشوف لين وهي قاعدة جنب سرير ابنها، وهولي بتقول لها إن الدكاترة قالوا لها إن حالته خطيرة لكن مستقرة، لكنهم مش عارفين إمتى ممكن يفوق. وساعتها لين بتسألها أنت ليه بتكرهيني؟ فبتقول لها إنها مش بتكرهها، وعلى العكس شايفاها إنها قدرت تكون خلت ابنها يحبها ويبقى مستني إنها تكون جنبه. وبتقول لها إنها تتمنى تقدر تدي لإيفا الاهتمام اللي يخليها تحبها زي ما جيمس بيحبها. فلين بتقول لها إنها عظيمة وهي مبسوطة إنها جزء من عيلتها، وبيتصالحوا وبيسلموا على بعض. وفي نفس الوقت بتكون ميجان في أوضة إيفا وبتشوف الجرح اللي في صدرها، ووقتها بتشوف إن في حد بيراقب أوضة إيفا. ولما هولي بتوصل ميجان بتقول لها إنها نيمت إيفا وبتسألها إذا كانت كويسة وبتاخد دواء للأعصاب ولا لأ. فهولي بتقول لها إن ده موضوع ما يخصهاش. فميجان بتقول لها إن عايزة تطمن عليها، فبتعتذر لها وبتقول لها إن أعصابها تعبانة من أيام الجامعة وعلشان كده بتاخد دواء للأعصاب، لكن مؤخرا ما بقاش ليه أي تأثير. فبتسألها عن اسم الدكتورة بتاعتها وبتقول لها إنها هتحاول تلاقي لها دكتورة تانية أحسن، وبتعرفها إنها حضرت لها العشاء وبتطلب منها تاكل كويس قبل ما تنام. فبتشكرها هولي على مساعدتها. ولما هولي بتصحى تاني يوم بتتفاجئ إن كل الهدوم اللي كانت في الغسالة مرمية على الأرض في كل مكان، فبتحس بالخوف وبتروح على أوضة إيفا فمش بتلاقيها في سريرها، فبتترعب وبتفضل تدور عليها في البيت كله. فبتسمعها بتعيط وبتمشي ورا صوتها لحد ما بتلاقيها بتعيط جوه سبت الغسيل اللي في الدور الأرضي. وهنا جرس الباب بيرن، ولما بتفتح الباب بتلاقي ميجان قدامها، فبتقول لها إن في حد اقتحم بيتها بالليل. ولما صحيت لقت بنتها جوه سبت الغسيل وبتاخد إيفا وبتطلع تغير لها. فميجان بتقول لها إن كل الأبواب والشبابيك مقفولة ومفيش أي دليل على إن في حد دخل بيتها بالقوة. فبتنهار وبتقول لها إنها مش عارفة إيه اللي بيحصل لها وإنها بقت خايفة لا تأذي بنتها وهي مش في وعيها. ولما بتبص من الشباك بتشوف نفس الراجل اللي كان بيمشي وراها، فبتجري للدور اللي تحت علشان تمسكه. وساعتها ميجان بتقول لها أنت عملتي إيه؟ وفي اللحظة دي هولي بتشوف صورتها موجودة على ستاند الرسم، والمرة دي بتكون متقطعة. فبتنهار أكتر وبتقول لميجان إنها متأكدة إنها رمت الصورة دي بنفسها، وبتسألها أنا إيه اللي بيحصل لي؟ فميجان بتقول لها إنها تعرف مصحة نفسية كويسة جدا وإنها لازم تروح تتعالج هناك لحد ما تبقى كويسة، وبتوعدها إنها تاخد بالها من إيفا لحد ما تتعالج وترجع لها. فبتقول لها إنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان تحمي بنتها، وبتوافق تروح للمصحة. فميجان بتقول لها جهزي هدومك وهاتي إيفا معاكي وأنا هوصلك للمصحة بنفسي. وقبل ما تركب معاها العربية بتقول لها إنها لازم تعدي على بيتها الأول عشان تجيب حاجة من هناك، فبتوافق وبيروحوا البيت ميجان. ولما بيوصلوا قدام البيت ميجان بتسيب هولي في العربية وبتقول لها إنها هترجع لها على طول. ولما ميجان بتدخل البيت بنشوف نفس الراجل اللي بيراقب هولي واقف بره الأوضة اللي ميجان فيها. وبعدها هولي بتسمع ميجان وهي بتتخانق مع حد، فبتاخد إيفا معاها وبتدخل البيت، وهناك بتشوف شاشتين ظهر عليهم أوضة نوم إيفا. ولما بتطلع للدور اللي فوق بتدخل للأوضة اللي كان جاي منها صوت ميجان، فبتتفاجئ إنها أوضة طفل لسه مولود، مع إن ميجان قالت لها إن ما عندهاش أولاد. ولما بتسمع صوت ميجان بتتخانق مع حد في الدور اللي تحت بتسيب إيفا وبتنزل لها، فبتلاقي الراجل اللي كان بيراقبها واقع على الأرض وفاقد الوعي، وميجان بتطلب منها ما تقربش منه لحد ما تتصل بالشرطة. ولما بتسألها بتراقبي بيتي ليه بتقول لها إنها هتفهمها كل حاجة بعدين، وبتسيبها وبتخرج من الأوضة. وهنا الراجل بيستعيد وعيه، فهولي بتطلب منه ما يتحركش من مكانه وبتاخد فاز ازاز وبتهدده بيها، وبتقول له ان ميجان بتطلب الشرطه. فبيقول لها انها مش هتطلب الشرطه وانه لوك جوز ميجان. فبتقول له ميجان قالت انها مش متجوزه، فبيشاور لها على اللوحه اللي هي بعتتها لهم، فبتعرف انهم الزوجين اللي اتبرعوا بقلب بنتهم لايفا. فبتجري على الدور اللي فوق، ولما بتدخل لاوضه الطفله مش بتلاقي بنتها، فبتجري بره البيت فبتشوف ميجان وهي بتهرب بايفا، فبتجري ناحيتها وبتهددها بالفازه اللي معاها، وبعدها بترميها على الارض فبتتكسر. فميجان بتسيب الشنطه اللي فيها ايفا وبتقول لها ان مش من العدل ان بنتها تموت وهي بنتها تلاقي فرصه تانية للحياه بقلب بنتها. فهولي بتقول لها انها عملت حاجه عظيمه لما اتبرعت بقلب بنتها عشان ايفا تعيش وانها عمرها ما هتنسكملها. فميجان بتقول لها انا اسفه، انا مش متقبله ان قلب بنتي يحيي بنتك ويموتني، ايفا من حقي انا عوض ليا على الليلي اللي ملحقتش افرح بيها. وبتاخد ازاز من مكسور على الارض وبتهاجمها، فبتقع على الارض وبتحاول هولي انها تدافع عن نفسها، فبتوقع الازاز من ايد ميجان، فبتلف ميجان ايدها حوالين رقبه هولي وبتحاول تخنقها. فبيقول لها جوزها كفايه كده بعيدي عنها، وبيبعدها عن هولي اللي بتاخد بنتها وبتجري. وميجان بتنهار وبتفضل تعيط وبتقول له انا عايزه ليلي، انا عايزه بنتي. وبعدها لوك بيقول لهولي انه كان بيراقبها عشان يتاكد ان ميجان مش هتاذيها، وبيقول لها انها بتشتغل دكتوره نفسيه وتقدر تقنع اللي قدامها انه مريض نفسي. ولما الشرطه بتوصل بيقبضوا على ميجان بتهمه محاوله قتل جيمس وهولي. فبتشوف هولي وهي شايله ايفا اللي بتروح لها وبتقول لها انا عارفه انك ما ودعتيش ليلي قبل ما تموت، وبتخليها تودع ايفا. وفي يوم المعرض كل لوحات هولي بتتباع، وهي وجوزها وايفا ولين بيتصوروا صوره جماعيه مع بعض. وفي النهايه بنشوف في المعرض لوحتين
بنتين، واحدة لإيفا والتانية لليلي. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.